السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس رقم 21 من شرح برنامج مايكروسوفت اكسل للمستوى الأول. درس النهاردة هيكون بعنوان الدوال الإحصائية. في درس النهاردة هنتعرف على بعض الدوال المفيدة في مجال الإحصاء. قبل كده اتعرفنا على الثلاث دوال مهمين وهم دالة الافريج ودي اللي بتحسب المتوسط، ودالة المينيمم اللي بتحسب أقل قيمة، ودالة الماكسيمم ودي اللي بتحسب أعلى قيمة. في الدرس دوت هنتعرف على دالة الوسيط ودالة المنوال وبعض الدوال الإحصائية الأخرى زي دالة مثلا الرانك ودالة اللارج ودالة لارج وخلافه. في البداية هنعمل مراجعة سريعة على ثلاث دوال: دالة الافريج والمينيمم والماكسيمم. دالة الافريج وهي دالة المتوسط، دي بترجع لي متوسط مجموعة من القيم. كنا بنقول يساوي افريج ونحدد نطاق البيانات، كان في حالتنا هنا درجات الطلاب النهائية، بتحدده كده ونقفل القوس ونضغط انتر. ده كده متوسط درجات الطلاب هو 71.4. الدالة اللي خدناها قبل كده برضو هي دالة أعلى درجة أو الماكسيمم، ودي بترجع لي أعلى درجة في النطاق. بنقول بيساوي ماكسيمم وبعد كده بنحدد نطاق البيانات وهو هنا العمود دي ونقفل القوس ونضغط انتر. أعلى درجة في النطاق ده هي 95 فعلا. بعد كده أقل درجة كنا بنستخدم دالة مينيمم وبنحدد النطاق وبعد كده نقفل القوس ونضغط انتر. دول كده ثلاث دوال خدناهم قبل كده ورجعنا عليه. الدالة الجديدة اللي معانا النهارده من دوال الإحصاء وهي دالة اللارج. دالة اللارج بترجع ترتيب القيم الكبرى في مجموعة من البيانات. مثال اللي قدامنا دوت، دي مجموعة من البيانات بترتبهم أو بتجيب ترتيبهم من الكبير للصغير. بنستفيد بيها ازاي؟ لو احنا عايزين نجيب مثلا درجة الأول دي جبناها عن طريق أعلى درجة، طب احنا عايزين درجة الثاني أو درجة الثالث أو الرابع، بنستخدم في الحالة دي دالة لارج. بيساوي لارج، حتى بص زي ما انا قلت لك قبل كده في الهنت لو قريته هتفهم بتعمل ايه بقى. ارجاع ترتيب القيم الكبرى في مجموعه من البيانات، على سبيل المثال خامس اكبر رقم او ثاني اكبر رقم وهكذا. فبنقول لارج وبنحدد الاري دي اللي هي الارجيومنت الاولاني اللي بتاخده الداله، والارجيومنت الثاني الكي ده هنقوله دلوقتي. الاري دي اللي هي مجموعه البيانات اللي احنا محتاجين نجيب درجه الثاني فيها، فبنحددها بالطريقه دي. بعد كده بنضغط كوما علشان نخش على الارجيومنت الثاني وهو الكي دوت بيقول لك انت محتاج اهني قيمه الاولى من فوق ولا الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه. احنا في حالتنا هنا بنقول عايزين نجيب درجه الثاني، يبقى هنقول له 2 ونقفل القوس ونضغط انتر. طيب درجه الثاني هنا طلعت زي درجه الاول. ليه؟ لان احنا عندنا الاول مكرر 95، يبقى الاول 95 والثاني 95. طيب ممكن نجربها في الثالث ونكتب هنا كده رقم 3. جابت لي 84، ده هو فعلا درجة الثالث 84، دي أعلى درجة، الثالث أعلى درجة. لو احنا بقى عاوزين نجيب درجة الأخير، آخر واحد خالص، بنستخدم دالة سمول. بنقول يساوي سمول. كذلك برضو يعني احنا هنا الأول هنحدد نطاق البيانات كده وبعد كده نعمل كوما ونشوف انت الكي بتاع دالة سمول لو قلت عليه 1 كده هيجيب اصغر رقم في المجموعة. طب لو قلت 2 هيجيب لك تاني اصغر رقم، يعني التاني من تحت. احنا هنا عايزين اقل واحد فهنقفل القوس ونضغط انتر. اقل واحد فعلا جايب 33 في النطاق دوت اللي هو طلع معايا هنا الايه الاخير. يبقى احنا كده خدنا دالة الافريج والمينيمم والماكسيمم واللارج والسمول، 5 دوال. الدالة اللي بعد كده وهي دالة الرانك. دالة الرانك دي بنستخدمها لو احنا حابين نرتب مجموعة من البيانات بالترتيب. دالة رانك دي بترجع ترتيب قيمة معينة ضمن سلسلة من القيم. تاني، ترجع ترتيب قيمة معينة ضمن مجموعة من القيم أو ضمن سلسلة من القيم. مثال هنا القيمة اللي هي رقم 80 دي اللي هي درجة الطالب أحمد، بتشوف ترتيبها كام في النطاق ده وترجعه لي. ترتيبه الأول بترجع لي أول، ترتيبه العاشر بترجع لي عاشر. ده كده معنى كلمة رانك. بنجربها ازاي؟ بنقول يساوي رانك
بتاخد بتاخد 3 ريفرنس او 3 ارجيومنتس، 3 معاملات. المعامل الاولاني الرقم او القيمه اللي انت عاوز ترتبها. في حالتنا هنا هي درجه الطالب النهائيه اللي هي دي موجوده في الخليه دي 3. بعد كده بنعمل كوما، بيقول لك هنا بقى الارجيومنت الثاني او المعامل الثاني الريفرنس، نطاق البيانات اللي انت عاوز ترتب الخليه دي طبقا ليه او مقارنه بيه، وهو في حالتنا هنا الدرجه النهائيه لجميع الطلاب، فبنحددها بالطريقه دي كده. لاحظ معايا هنا لو انت متابع معايا الدروس من الاول هتقول لي نقطه هنا، خد بالك لازم نطاق البيانات ده يكون نطاق مطلق وليس نطاق نسبي، او مرجع مطلق وليس مرجع نسبي. عشان نخليه مرجع مطلق بنعمل ايه؟ بنضغط F4. بعد كده بتعمل كوما. المعامل الثالث او الارجيومنت الثالث بيقول لك انت عايز ترتب تصاعدي ولا تنازلي. احنا طبعا محتاجينه تنازلي عشان خاطر من الكبير للصغير، ونضغط انتر. طبعا لو انت ما كتبتش زيرو باي ديفولت هو هيرتبه لك يعني تنازلي كده. وبعد كده نعمل تعميم للصيغه. لاحظ معايا هنا ده اللي هو رقم 1 وده اول مقرر، والاخير خالص اللي هو رقم 9 جايب كام؟ 23. جايب 33 عفوا 33. وده ينطبق مع داله ادنى درجه المينيمم. الداله اللي بعد كده وهي داله الوسيط. داله الوسيط بتعمل ايه؟ بترجع القيمه التي تتوسط مجموعه معينه من القيم. تاني، داله الميديان بترجع القيمه التي تتوسط مجموعه من القيم. خلينا نجربها في حالتنا هنا ونقول يساوي ميديان عفوا يساوي ميديان اهي، تاخد مجموعه من القيم اللي هو نطاق من البيانات. خلينا نقول النطاق ده كده ونقول انتر. لاحظ هنا رجعت لي الوسيط هو الدرجه 80. عاوز اتاكد من الكلام ده هاجي هنا كده واعمل ترتيب من الاصغر الى الاكبر او ايا ما يكن. لاحظ معايا الخليه التي تتوسط القيم هنا هي 80، وفي حاله كان عدد البيانات دوت عدد زوجي بتروح على الخليتين اللي في النص وتاخد متوسط بتاعهم وتطلعه لك هنا. الداله الاخيره معانا في درس النهارده وهي داله المنوال. بتعمل ايه داله المنوال؟ بتحسب القيمه الاكثر تكرارا في نطاق معين من البيانات. داله المنوال اسمها مود. خلينا نقول كده بيساوي مود ماشي، وبنحدد النطاق ونضغط ونقفل كده ونضغط انتر. لاحظ معايا هنا طلعت المنوال 95 اللي هو اكثر قيمه تكررت، وهي كانت في حالتنا هنا 95 لانها اتكررت مرتين. ده كده درس النهارده. خدنا فيه داله الافريج والمينيمم والماكسيمم، وداله لارج وسمول، وداله الوسيط او الميديان، وداله الرانك، وداله المنوال او المود. في نهايه الدرس بفكرك لازم تجرب بايدك وتطبق على امثله كتير. ولو في حاجه وقفت معاك اكتب لي في التعليقات. وما تنساش تعمل اشتراك في قناه اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.